السلام عليكم، وحشتوني احلى متابعين في الدنيا. واللي ما يعرفنيش في اول مره في قناتي، انا شيماء عادل. ولو لاول مره في قناتي، اتمنى ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. معايا كيلو من اللبن مغلي وسبته لحد ما برد. انا مش بسيبه يبرد خالص، بسيبه بس يبقى دافي، اللي هو انا اقدر احط فيه صباعي وما يلسعنيش. بعد كده حطيت فيه كوبايه من الزبادي ومعلقتين من السكر، ونقلب الزبادي والسكر واللبن مع بعض ونحطهم في الخلاط، نضربهم كام ضربة كده، نتأكد ان هم انضربوا كويس قوي وطلع لنا فوم فوق كده، طبعا علشان يعمل لنا وش لكوباية الزبادي اللي زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وهنا بعد ما ضربتهم في الخلاط بدأت اصب في الكوبايات بتاعتي. كيلو اللبن معايا عمل كل الكمية دي، عمل لي 5 كوبايات كبار و4 كوبايات صغيرين. ما شاء الله اللهم بارك، كيلو اللبن بيعمل لك كميه برضو. واول مره بس هي اللي بنشتري فيها كوبايه الزبادي، انما بعد كده بناخد الخميره بتاعتنا او الزبادي اللي هنعمل بيه الزبادي الجديد من الزبادي اللي احنا عاملينه ده، مش بنشتري خالص من بره. بعد كده حطيتهم في صينيه وحطيت عليهم كوبايتين ميه مغليين. في قلب الصينيه كوبايتين ميه مغليين، وغطيتهم ودخلتهم فرن البوتاجاز، وكنت طبعا مشغلاه حوالي ربع ساعه علشان يسخن معايا. بعد كده طفيته ودخلتهم وقفلت عليهم الفرن، وفتحت عليهم بعد 12 ساعه. متماسك جدا وطعمه كريمي جدا جدا جدا. وطبعا انا عملت اللبن بالقشطه اللي فيه. لو انت عاوزه تشيلي القشطه وتخلي الزبادي بتاعك لايت وخفيف، اغلي اللبن بتاعك وسيبيه يبرد خالص، وبعد كده شيلي وش اللبن اللي هي القشطه، شيليها بره خالص، وبعد كده ارجعي دفي اللبن تاني وابداي اشتغلي بيه. يبقى انت كده شلتي كل الدسم وكل القشطه اللي فيه. انما انا هنا عاملاه كامل الدسم بالقشطه بتاعته كلها. بصوا هنا ما شاء الله، كمية الكوبايات كويسة تنفع في سحور رمضان. ولو عجبتك الطريقة ما تنسيش تحطيلي لايك واشتراك في قناتي علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.